كانت الإمبراطورية الرومانية حضارة قديمة قوية امتدت على مدى قرون عديدة، حكمت أجزاء كبيرة من أوروبا وحوض البحر المتوسط وشمال إفريقيا. تأسست روما كمدينة صغيرة في القرن الثامن قبل الميلاد، نمت لتصبح إمبراطورية عظيمة، كان ذلك بفضل قوتها العسكرية ونظامها السياسي المتطور. ترك الرومان إرثاً كبيراً من الثقافة والفنون والعمارة، لا تزال آثارهم واضحة في عالمنا اليوم. في هذا المقال سنستكشف تاريخ روما ونرى كيف أصبحت قوة عظمى. في البداية حكمت روما من قبل ملوك. في عام 509 قبل الميلاد أصبحت جمهورية، كان يحكمها مجلس الشيوخ المنتخب. خضعت روما للعديد من الحروب والصراعات، غزت جيرانها ووسعت حدودها. من أهم الحروب البونيقية ضد قرطاج. انتصرت روما وأصبحت القوة المهيمنة في البحر المتوسط. شهدت الجمهورية الرومانية فترة من الاضطرابات الداخلية. تحولت إلى إمبراطورية في عام 27 قبل الميلاد. كان أول إمبراطور لها هو أغسطس. يوليوس قيصر هو أحد أشهر قادة روما. كان جنرالاً ناجحاً وساعد في توسيع الإمبراطورية. اغتيل قيصر في عام 44 قبل الميلاد. بعد وفاة قيصر اندلعت حرب أهلية، انتصر فيها ابن أخيه بالتبني أوكتافيان. أصبح أوكتافيان أول إمبراطور لروما باسم أغسطس. كان أغسطس حاكماً حكيماً وقوياً، أسس الإمبراطورية الرومانية وأشر في عصر من السلام والازدهار. حكم روما العديد من الأباطرة الآخرين، بعضهم كان جيداً والبعض الآخر كان سيئاً. Section 4. إرث روما، تأثيرها على العالم. كان للإمبراطورية الرومانية تأثير كبير على العالم القديم، تركت إرثاً دائماً في العديد من المجالات. كانت روما مركزاً للفنون والثقافة، بنى الرومان العديد من المعابد والمدرجات والحمامات العامة. كان للقانون الروماني تأثير كبير على النظم القانوني الحديثة. انتشرت اللغة اللاتينية في جميع أنحاء الإمبراطورية. أصبحت اللغة الأم للعديد من اللغات الأوروبية الحديثة. Section 5. حقائق عن روما، لمحات من الحياة اليومية. إليك بعض الحقائق الممتعة عن الحياة في روما القديمة. كان المواطنون الرومان يرتدون التوجه. كان لدى الرومان نظام الصرف الصحي متطور. كانت ألعاب المصارعة شائعة جدا في روما. كان لدى الرومان آلهة وإلهات كثيرة. استمرت الإمبراطورية الرومانية لعدة قرون. سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية في عام 476 ميلادية.